موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة. في الفيديو ده أقول لك القول النهائي لموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة. بصوا يا جماعة، عشان الموضوع ده بقى فيه روايات وقصص كتير. الوزير كان في تنزانيا وقال لك أول لما هرجع من تنزانيا هعتمد النتيجة بشكل فوري. رجع الوزير النهاردة الفجر من تنزانيا، فخلاص النتيجة هيتم اعتمادها المفروض النهاردة وتتراجع بكرة، وهتنزل كحد أقصى بالكتير على يوم الأحد. تمام كده، يبقى انت ده قولا نهائيا المفروض النتيجة على كلام الوزير مش كلامي، النتيجة يتم طلوعها ان شاء الله يوم الأحد. يظهر الاوائل الاول وبعدها بساعات يظهر نتيجة الثانوية العامة لمصر كلها. طب بالنسبة يا جماعة لنسب النجاح، في ناس كتير بتتغش بموضوع نسب النجاح من حيث التفكير في التنسيق. بصوا يا جماعة، نسب النجاح ملهاش علاقة خالص بالتنسيق. هي بتفرق في حاجة بس، يعني مثلا نسبة الأزهر كانت 54 وشوية، فيقول لك التنسيق هنا هيقل، برضه ملهاش علاقة. هي خلاص نسبة 54، فكده كده هم ضامنين إن نص مصر شايلة يعني في الأزهر، بس انتوا وضعكم مختلف. ازاي نسبة نجاح مثلا في مادة 91، طيب أنا جبت فيها نسبة النجاح، معنى كده إن أنا عديت فيها، يعني جبت النص. طيب جبت النص مش زي قفلتها، تفرق. يعني نسبة النجاح عالية غير المجاميع عالية، هنا الوضع يختلف. المجاميع عالية يعني الكل جايب درجات عالية وكل طالع بتفوق، إنما نسب النجاح عالية يعني النسبة اللي عدت النص بالظبط نسبة كبيرة جدا. فخلاص ملهاش علاقة بالتنسيق نهائيا. انت لما تيجي تبص في حاجة زي دي وحابب انك تشغل دماغك وتعمل مقارنة، فانت تبص على عدد الطلاب اللي قفلوا. هنا يختلف الكلام بقى. يعني انت عندك مثلا في الاحياء في 400 طالب قفل، دفعتنا كان في 7 طلاب مقفله على مستوى الجمهوريه فقط لا غير في الاحياء، فانت عندك هنا 400 وعندك هنا 7. النسبه الاكتر اللي قفلت هي دفعه 2023 قفلوا اكتر من 2022. طب هنا اقول لي التنسيق هيزيد؟ لا، انت عندك 6 مواد تانيين. انت عندك مثلا في الكيمياء السنه اللي فاتت فرضا مثلا 10000 قفل، السنه دي مثلا قايلين تقريبا 1000 طالب ولا مش عارف كام، في 1000 طالب قفل، الناحيه التانيه في 10000. فتبدا توزن الليله وتشوف وتقارن عدد الطلاب اللي مقفله من دفعه 2023 بعدد الطلاب اللي مقفله من دفعه 2022 اللي ماشيه لحد دلوقتي، ان التنسيق هيكون يا ثابت يا هيقل حاجه بسيطه خالص. ده مش كلامي خالص، ده كلام الوزارة على صفحة الوزارة بنسب النجاح، بنسبة النجاح في كل مادة بعدد الطلاب اللي مقفلة في كل مادة. فعشان محدش يقول كاني وماني، ده مش كلامي، ده كلام الوزارة وموجود على صفحة الوزارة. فكده قولا نهائيا النتيجة ان شاء الله كحد اقصى هتظهر يوم الأحد. بس ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.